السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده. كل سنة وانتم طيبين. احنا النهارده تاني يوم رمضان. يعود علينا الايام وعليكم بخير يا رب العالمين. احنا النهارده هنعمل مهلبية مش تقليدية، هنعملها ونضيف عليها مكون يعني ان احنا في رمضان وكده. فجهزت معايا 7 8 بلحات، معايا كيلو الا ربع لبن، معايا صابع موز، معايا معلقة سكر واحدة هي اللي هنستخدمها في الوصفة، لان البلح ده انا مسكر من اللي هو ايه، من اللي هو الايه المسكر. يبقى نصلي على سيدنا محمد كده. يبقى نروح جايبين معانا كيلو الا ربع لبن، نفضيه في الشفشف كده، ومعايا ال8 بلحات، ومعايا صابع موز اهو انا اجشره واحط عليه. يبقى خلاص كده جشرت صابع الموز وحطيته كده، وهي معلقة سكر واحدة، والسكر طبعا حسب الرغبة. المعلقة دي أنا عشان صغيرة فهحط ايه معلقتين. يبقى هي كل اللي انا عملته معلقة كبيرة او معلقتين صغار من دول. ونبدأ ان احنا نفرم فرم جامد خالص علشان البلح يدوب معانا. احنا كده كده هنصفيه، بس برضك لازم ان ايه، ان نفرم فرمة حلوة. خلاص كده بعد ما فرمت فرمة جامدة اروح نازلة بالنصف دي برضو يعني ايه اصفيه برضو علشان اي تكتلات من البلح ولا اي حاجة مش ينزل في الايه، في البلح ويبقى فيه تكتلات في اللبن. وابدا ان انا اصفي فيه. هو ناعم ممكن ان انت تسيبيه، بس انا ايه فضلت ان انا اشيله اهو، واسيبه كده لحد ما ايه ينزل الرغاوي دي كده خالص اهي. ونرجع ايه نرفعه على النار. يبقى خلاص انا لما لقيت البلح مش داب قوي، فروحت حاطه عليه حبه خليط من اللبن على الموز ده، ورحت فرماه تاني. فقعدت برضو ان انا ايه ادهس عليه كده لحد بصوا، لحد ما اللون خالص بصوا يعتبر عاد بصوا بلح مية مية هو. واللون بصوا زي الكرمله كده وعاد حاجه جميله خالص. يبقى احنا كده خلاص نشيل دي كده معانا كده. واروح جايبه معايا المكون التاني اللي هو ايه، معلقتين نشا على كيلو الا ربع الايه اللبن. ادي معلقه، وادي التانية هي معلقتين. وابدا ان انا ايه اجلب كده. شايفين شكله جميل خالص، وبصوا تحس ان هو غامق كده من ايه، من البلح. والموز مخلي له رغوه فظيعه، مش هقول لكم ازاي. نبدا ان احنا نقلب فيه كده ونرفع على البوتاجاز كده مع بعض. طب بعد ما رفعناه على النار كده ايدي على طول فيه، مش بصوا يعني مش هسيبه دقيقه علشان مش ايه، مش يكلكع منه، يبقى فيه تكتلات كده. بصوا لونه يعني جميل خالص زي كرمله السكر كده. يبقى كده بسم الله ما شاء الله بدأ ان هو يتقل معايا هو، والرغوه من صابع الموز شايفين المنظر جميله جدا. وريحه بقى مش هقول لكم عليه. والسكر طبعا حسب الرغبه، لو انت حاطه بلح ومش حابه ان انت تحطي سكر، هو مسكر وروعه خالص وجميل اهو. يبقى خلاص معانا كده تقل خالص اهو. وعاد بصوا جميل جدا جدا، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. شايفين اهو كريمي وزي العسل اهو ما شاء الله. الف هنا وصحه يا رب. ولو وصلتي معايا كده لحد هنا في الفيديو مش تنسي الاشتراك. جميل جدا بصوا، والله ما ضفت عليه اي حاجه اهو ما شاء الله. طفيت عليه طبعا اول ما حسيت ان هو خلاص كده اهو. يمكن انتوا شايفين القوام اهو. نشيله بقى من على النار ونحطه في الكاسات او الاطباق اللي احنا هنقدم فيها. يبقى كده بسم الله ما شاء الله خلاص حضرناها كده. يبقى نروح جايبين كده في كل خشاف كده، طبق خشاف كده كبشه او مبصوصه زي ما انتي بتقولي اهو ما شاء الله زي العسل. بصوا لونها عاجبني جدا اهو. يبقى خلاص كده بعد ما يعتبر فضينا الكميه في الاطباق، روحي جايبه صابع موز بسيط كده، واروح ان انا ابدا ان انا ايه ازوج فيه كده زي حسب ذوقي يعني اهو. يبقى كده خلاص بعد ما خلاص عبيناه في الاطباق كده، ورحنا زوجينها بحاجه بسيطه اللي هي زي الموز كده. روحي جايبه كان عندي علبه عسل نحل، ان ابدا ان انا ايه ازوجها كده ايه، حاجه جميله خالص. ولو مش متوفر عندك عادي خالص يعني مش اي مشكله اهو. ممكن تحط اي حبه جوز الهند، حبه زبيب سوداني، حاجه بسيطه كده اهو. دي بقى بغنيك ان انت ممكن اصلا مش هتحطي عليها سكر، المعلقه اللي احنا ايه حاطينها اهي شايفين.
ايه رايكم؟ زي العسل، الف هنا وصحه، يا رب تجربوه كده وتقولوا لي رايكم. حاجه قلنا نغير عن المهلبيه اللي بلبن، هي بلبن برضو بس نوعها اضاف جميل، يعني اضافه مكون كده جميل خالص بيخلي قيمه غذائيه عاليه للحاجه. طبعا صابع الموز اللي حطيناه وهو بنفرم في منتهى الروعه، بيخلي له رغوه وحاجه طعم بيوديه في حته تانية خالص. بالف هنا وصحه. يا رب ينول اعجابكم كده. ولو وصلت لحد كده في الفيديو مش تنسى الاشتراك، وزي ما تعودنا نسيب بعض على لا اله الا الله، ومع الف سلامه، واسيبكم في رعايه الله.